طبق كشري، اخدنا منه معلقه، صاحبه هيحس. ايوه، لو بيحب الكشري بتبوظي الحلم عشان ما اسرقش. ايوه، طب هسرق برضه؟ انا مش فاهم دماغ الجزمه دي منين. منك يا حبيبتي، ولا انت نسيت ان احنا نفس الشخص؟ طبعا كان في شخص معدي ونزل من عربيته يبص عليها، ولما لقاها بتكلم نفسها زي المجنونه قرر يرن على مستشفى المجانين. يا انسه، انا رنيت على اهلك. اهلك انت؟ اهل انا ليه؟ انت مجنونه اهو انت بقى. وبعدين انت ازاي تقاطع كلامي مع نسوان افكاري؟ مع مين؟ نسوان افكاري؟ انا حاسه انك بتقولي حاجه غلط، بس ما عنديش دليل. امك بقى مالها؟ وبعدين اسمها ماما. ماما؟ طب يا حبيب ماما قول صاصه. صاصه؟ امك رقاصه. خيو خيو خيو. يلا تستاهل عشان بعد كده تبطل تحشر مناخيرك في نسوان افكار الناس. انا الظاهر اني اتصرفت صح. عملت ايه يعني؟ رنيت على العباسيه بعد ما لقيتك بتكلمي نفسك، قلت اكيد اتجننتي، فلازم الحق الوضع والحقك شخصيا. يا سوادي، ايه اللي سمعته؟ يعني العباسيه جايه دلوقتي؟ شاور على عربيه المستشفى في الوقت ده. سبحان الله، وصلوا بدري بدري، يعني قلبهم حاسس بالمصيبه. بعد كده اوعي تهربي غير لما تستاذني. بجد؟ طب بعد اذنك انا ههرب دلوقتي. لا ما ينفعش، اجروا بسرعه، دي هتهرب دلوقتي. تعالوا ابعد يا عم من طريقي، انت المجنون. ده انا هقل منك ومن بلدك كلها. مش هسيبك، انت خطر على البشر. قربوا الممرضين وقتها ومعاهم لبس المستشفى. تبعدت وبدات تبص حواليها، وفجاه لقيت مجنون مسكت الطوب وقتها. اسمع يا خلوف الحلاليف منك ليه؟ اللي هيقرب مني هديه في دماغه بدون تفكير. اسمعي بس يا انسه، احنا هناخدك لجنينه. خدوك يا حبيبي في ساعه واحده، او خد العبيط اللي بلغكم. قرب بطلنا منها وقتها وهو بيتكلم بهدوء. طب تعالي حبيبتي نجيب لك حاجه حلوه. ووقتها رفعت الطوبه قدام وشه. يا دوعه خد، اديله ادي اوعى وشك. بدات تحدف عليهم الطوب، والناس اتلمت عليهم، فلقيت الطوب خلص وهي مش عارفه تعمل ايه. امك راسها قرعه، الحقوا الشرطه جت، يا لهوي عليكم. كلهم بصوا ورا وهي طلعت تجري، وطبعا كانوا بيجروا وراها.